يا رب حل من عندك. يوجد الناتج باستخدام قانون لينز. قانون لينز؟ ايه قانون لينز ده؟ ده كان بقى في الفصل الكام؟ لا، ما مش معقول اقعد ادور في 200 فصل. كنسل الفيزياء. يا رب حل من عندك. النهارده جات لنا جيفت من ورقه شفره. الحقيقه هي جات لكم انتوا، وهتعرفوا في اخر الفيديو ازاي تاخدوا الورق ده كله ببلاش ويوصل لحد عندكم. ورقه شفره عباره عن بوستر كبير فيه شرح كل المنهج بكل التفاصيل، والنهارده ورقه شفره بعتوا لنا 6 بوسترات هنعرف النهارده فيهم ايه. وكمان بعتوا لي معاها البلانر التحفه دي اللي متقسمه بشكل حلو قوي ومنظمه، تقدر تكتب فيها خططك اليوميه، هتساعدك كتير. تخيل كده معايا قاعد بتحل فيزياء، القوانين كلها قدامك بشكل مبسط وسلس ومنظمه. كل ما تقف عند قانون او تحتاج ترجع لحاجه القاعده هتلاقيها قدامك، وده بينمي عندك الذاكره البصريه وبيعودك على ورقه المفاهيم. ولا ورقه الكيمياء العضويه اللي حرفيا فيها كل معادلات الكيمياء بكل التفاصيل، مفيش معادله مش هتلاقيها. ونيجي بقى لمادتي المفضله، ورقه العربي اللي حرفيا فيها كل حاجه، نحو وادب وبلاغه. بجد مش قادره اتخيلها غير اللي انا معلقاها على الحيطه قدامي وقاعده بحل، كل ما اقف في حاجه ارجع ابص لها. ولا علوم الارض اللي اغلبكم اخدها في اول السنه ودلوقتي نساها، او في منكم لسه اصلا بدأهاش، دلوقتي بقت عندك كلها بكل تفاصيلها ورقه واحده، ورقه شفره. والاحياء اللي ليها ورقتين، ورقه فيها كل منهج الاحياء بكل التفاصيل، وورقه تانية مخصصه للمناعه بس عشان تظبط المناعه. ودلوقتي هقول لك ازاي تاخد كل الورق ده ببلاش ويوصل لحد عندك. هي مسابقه ليها 4 شروط. اول شرط تكون عامل لي فولو، تاني شرط تعمل فولو الاكونت ورقه شفره، اما الشرط الثالث فتعمل ريبوست للفيديو، اما رابع شرط واهم شرط انك تكون من اسكندريه. اكتب لنا في الكومنتات اسم الورقه اللي انت عايزها وانك من اسكندريه، وهختار 6 عشوائيين اكسبهم ورقه.